خابور أكاد قيادة قطاع تلتمر المجلس العسكري السرياني بعد الوباء القادم إلى المنطقة شمال شرق سوريا والعالم أجمع. طرحت منظومة وقف إطلاق النار في كافة وقف العمليات العسكرية كافة في منطقة قسد رحبت بهذا الوقف الإطلاق النار لمقاومة هذا الوباء الذي سيضرب المنطقة. لكن الاحتلال التركي ومنسقته لم يلتزموا بهذا وقف إطلاق النار، وعدة تجاوزات خلال شهر آذار المنصرم على عدة مناطق، منها منطقة أم الكيف ومنطقة ربيعات في زرقان. هذا الشيء أثر على المدنيين، حيث أنهم لم يستطيعوا الالتزام بالحجر المنزلي. يسبب لهم حركة نزوح، إصابات في المدنيين من ناحية القصف العنيف المستهدف في عدة مناطق ضمن منطقة تلتمر بشكل عام. خطورة كبيرة، احتمال تساعد في انتشار هذا الوباء لعدم التزام المدنيين بالحجر الصحي. نأتي إلى شيء أصعب من الذي ذهب، حيث سيكون هناك وباء إصابات كبيرة. ليس لدينا الإمكانيات لاحتواء هذا الفيروس في حال انتقل إلى هذه المنطقة. الأكثر كانت على منطقة أم الكيف ومنطقة زرقان قرية ربيعات. قصف عنيف خلال هذا الشهر المنصرم، صار عدة تجاوزات شبه يومية، هذه التجاوزات على المنطقة وبالأخص ربيعات وأم الكيف. أهمية المناطق، هي مناطق استراتيجية تسطو على مدينة تلتمر بشكل واضح. هي قطع الوصول إلى مدينة تلتمر، خطوط الإمداد إلى مدينة تلتمر. نداء هو يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه التجاوزات لعدم تفشي هذا الوباء، لأنه في حال تفشي هذا الوباء في المنطقة ليس لدينا القدرة الكافية على احتوائه أو على معالجة الأشخاص المدنيين الذين سيصابون به. هي ألاعيب من قبل الدولة التركية لتسيير سياستها أو لتسيير برامجها ضمن المنطقة، واللعب على المدى الطويل مع الدول الإقليمية الضامنة لهذه المنطقة. الوقوف على هذه التجاوزات ووضع حل لهذه التجاوزات عدم التزام تركيا بأي اتفاقية أو أي وقف لإطلاق النار ضمن المنطقة من بداية الهجوم التركي على منطقتنا. عدم إيقاف تركيا هجماتها، التجاوزات المتكررة، القصف المتكرر على المناطق، على المدنيين، عدم وضع المنطقة في حال عدم استقرار.